المكان ده يكون فيه مدخن. مدخنة؟ ايوه مدخن عشان لما نيجي نشوي ولا السلام عليكم. عليكم السلام. الله ينور عليك. حلو الحيطان والحاجات دي كويس. تمام كده تمام يعني؟ الله ينور عليك. انا كنت سامعك بتقول المدخن اتقتل عايز تعملها. ايوه مدخن عشان نشوي. يا حبيبي المدخنة ما بتعملش هنا، بتعمل منها انا عايزها هنا عشان نشوي. استنى اصلا مدخن اتقال انت عايز تعملها. مدخن عشان نشوي. تشوي يشوك في نار جهنم يا معين. انت اتخطلت انت اتخطلت ولا اتخبلت؟ مدخن هتعمل بالشقه مدخن اتقال الله يرحم ابوك وامك. مدخن اتقال احنا كنا بنشوي البتاع على عايزين نشوف على مصالحنا يا الاوليه. عم الحاج، احنا عايزين نشوف مصالحنا، هو عايز يشوف يعملها كده بالظبط. ما فيش مداخل، ما تسمعش كلام ولا مدخل ولا بتاع، اسمع كلام انا. اسمع كلامك انت بس هو لك على تاني. ماشي ما انا اللي عامل الشقه. شقة انا عاملها حتى أيوة شقة من الشقة انت عملتها انت منها. انت رحت سلفتك قرشين وامك سلفتك قرشين، انا عارف كل حاجة. انت هتقول لي اني جاي دلوقتي تتنك وتقول لي انا عايز مدخنة ومش مدخنة. انت كده هتعمل ايه كده يا حاج كده في قلب الشقة؟ انا عارف شوفوا اهو هتعمل ايه؟ عايز يكون في تكييف. نعم يا اخويا. دي تكييف ابو رسام. والباب عايز جرار رايح جاي. استنى تكييف ايه ابو تكييف انت؟ تكييف من التكييف؟ ايوه عشان اللي يقعد يبقى مرحب. يقعد يمرحرح من جايبك يا اخويا، من جايبك. ايوه من جايبي. مرحرح يبقى من جايبك. ايوه من جايبي. تكييف ايه حط امك؟ احنا عندنا المروحه بالعافيه. ده المروحه حلوه روضه، تقول لي تكييف؟ لما تعوز التكييف بطلع خده. تكييف ايه اللي اطلع اخده يا فاهم انت؟ يخرب بيتك ما بتبقاش. لما تعوز بطلع خده. يا جننتني يخرب بيت من الفلوس. فلوسي. فلوس ايه؟ شغلي. فيها شغلك ده؟ احنا جايبين لك شغل يخرب بيتك. شغل ايه؟ انت معاك فلوس ولا معاك نيله؟ ما انا رفعت انت عملت كلها جمعيه ولا جمعيتين اللي عملته؟ لسه عشان تعمل الحاجات دي كلها لسه قدامك ولا 10 سنين ولا 15 سنه. وبعد كده تقول لي عايز ابقى جرار، بقى انا جرار يا حت ابوك. مالك بالباب العاديه؟ مالك بالباب العاديه؟ يا بتخبط في بعدها بتعمل صوت، ما بيعملش صوت رايح جاي. يا راجل. ايوه. وده بكام ده يا استاذ ولا يا اسطى؟ هيصرف عليه. شفت؟ هيصرف. يصرف. الواد ده هيجنني. الباب لوحده ب 10000 جنيه لوحده. اتفرج يا سيدي. ناس تقول لي كمان ان شبكه نعملها على مونتاج. ايوه ما هو ده اللي هيحصل. كمان. ايوه. يا عالم يا هو يا مثبت العقل والدين. وانت معكش فلوس يخرب بيتك. فلوسي كل شويه فلوسي. لا حول ولا قوه. سيبنا نكمل الاول. اتفضل يا سيدي اتفضل. ابني يا سيدي ابني، وانا عارف ان هو معوش لا حته النهضه ولا النيل. هو عمال يحلم في احلام ازاي بقى يعمل كده شغل كده؟ انا عارف انا مش هقول له وعايز حد ازاز. نعم يا اخويا. حوض ازاز. ايوه. حط ازاز. ماشي تصرف. هو في حوض ازاز يا اسطى؟ ايوه ما في ازاز، ما هو ده الجديد. حوض ازاز؟ حوض ازاز. يعني بدل الحوض بتاعتنا اللي كانت بالرخام دي ولا كانت بالبتاع؟ دي كانت على ايامكم ما كده في حاجه كده. والنبي كانت ايام زي الفل والله، كانت ايام زي ايام زي الفل وزي الهنا، مش ايام مش زي الايام الهباب اللي احنا فيها دي. انت عارف الجيل الجديد بيطلع بقى عايز يعمل اي حاجه. جيل يخرب بيت ده جيل ويخرب بيت ده نيله. عايز الحته دي تكون ارج جايه كده. عايز ايه؟ ارج. ايوه. ارج دي ادي ارج دي كده بتطلع الحاجه ده كده بتعمل زي نظام رسمه. ايوه. بتنزل بقى كده عليها لو هنا المطبخ. ايوه. وعايز يكون فيها سبوتات ملونه. سبوتات ملونه. عايزها هي تبقى في المطبخ وتدور لك الاكل وانت تاخده منها على السفره. ايوه هيبقى في كراسي كمان. وفي كمان كراسي. ايوه عايز الحته دي وسبوتات دي كمان. سبوتات دي زي نظام كده صغيره كده وتحط كده من على السقف. ليه ملون اصفر والاحمر دي؟ اصفر واحمر. يا اخويا. الحته دي عايزها تقصر شويه وتبقى عامله زي الرخام. انا عامل لك حاجه حلوه ما تشغلش بالك باي. خلاص ماشي. والحته دي عايز يكون فيها مروحه كده على قد. حط امك حط ابوك. من ده كله من بص وحياه شوف اقول لك وحياه امك ادي الشقه هي وان شاء الله تقعد فيها 20 30 سنه انت براحتك. من ايوه حر. مين اللي حاسبني؟ لا هو منك ليه؟ انت تحاسبه ويحاسبك انت حر. حاسبك انت. انا ما اعرفش حاجه، انا معايا حاجه، انا مش معايا حاجه خالص. انا عايز لي حوض بتاع ده حوض ازاز، وعايز لي مدخنه حطمه اللي كنا بنشوي على الفحم، عايز يشوي لي يعمل لي بتاع مدخنه الله يرحمه. بتاع الشقه ده كده هيصرف 500000 من عينيا. حاجه اشتغل على العروس. جهز 500 وانا اعملهم لك. عايز حاجه ثانيه كده؟ انا ماليش دعوه، انت منك بحالك، انت حر ان شاء الله تعملها في 20 سنه، بس اسمع ما مش تعرفها مني، انا معيش ماشي من شغلك يا حلو. ماشي براحتك. يلا سلام عليكم براحتكم. عليكم السلام. خلاص ماشي؟ ماشي. حاجه اشتغل برضه على العروس. خلاص ماشي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه يا اسطى. ها يا حاج. يا حاج الراجل مشي اهو. عملت ايه دلوقتي؟ اتفقت معاه وجاي هيجي ويجيب بقى بقيه الحاجات. يعني اتفقت معاه هيجي ويجيب بقيه الحاجات؟ ان شاء الله. يا ابني يا حبيبي، يا ابني يا حبيبي، والله انا عامل على مصلحتك. انا عامل على مصلحتك والله. انا مش عايز حاجه. انا نفسي ان انت تتجوز وتخلف قبل ما اصحابك ما يتجوزوا ويخلفوا. مش عايزك تفضل قاعد يعني اصحابك يتجوزوا ويخلفوا وانت قاعد كده زي قرد قطع. انا مش عايز كده يا ابني خالص. اسمع كلامي يا حبيبي، اسمع كلامي. هات يا ابني، هات الحنفيات اللي هي العاديه. مالها الحنفيات العاديه؟ ما احنا طول عمرنا شغالين بيها. ومالها الاحواض؟ يعني فرقت ازاز من عادي. هات يا ابني، هات يا ابني الاحواض اللي هي العاديه، وحاول تلم نفسك. لا مدخنه ولا مدخنه الناس، ولا تقول لي تكييف. مالها المروحه؟ المروحه مالها يا ابني؟ يا حبيبي يا حبيبي، فكر عدل، فكر بالراحه كده. هتشوف ان كلام ابوك صحيح. انا عامل على مصلحتك وخايف عليك. هيعمل لك التكييف لما يجي هيعمل هو التكييف. ما هو الهواء اللي يجيبوا التكييف هو بيجيب المروحه. بس تلم نفسك، تلم نفسك يا حبيبي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ده انت لسه عندك كمان، لسه هجيب البتاع ده، البلاط ده انت لسه هتبلط. واعمل حسابك بعد ما تخلص الشقه دي كلها كده، سواء بقى في سنه في 10، لسه هتشوف بقى الموضوع بتاع العروسه وطلبات العروسه. عليك إشي اوضه نوم، وإشي مش عارف صالون، ومش عارف حاجات كتير. هم ما يتلم يا ابني. انا عايزك تلم نفسك، لم نفسك يا حبيبي. انا مش عايز منك حاجه غير كده. لو طلت ان انت تأجر بره يا سيدي وتتجوز، انا معاك مفيش مشكله، وهساعدك وهقف جنبك، تمام. وبعد كده يبقى انت ومراتك تظبطوا اموركم مع بعضكم كده، واخد بالك انت، وتروح جمعيه في قرشان متحاشين كده، قرشان متحاشين كده، واخد بالك، وتيجي ترميهم في قلب الشقه، واحده واحده في قلب الشقه لحد ما تظبطوها وتيجوا تقعدوا فيه. وبدل ما انت هتصرف على الشقه الوفات مؤلفه، اتجوز بيها ولم نفسك. ده هدف يا ابني اللي انا عايز اوصله لك. يا حبيبي انت صغير ما تفهمش حاجه، انا فاهم وعارف. ها يابا، ها يا حبيبي، هتعمل ايه؟ اسمع كلام ابوك. برضه هتعمل برضه اللي في دماغك. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ابنك ده خلاص، ابنك هيجنني، هيجنني، هيخليني اشد في شعري. عارف اشد في شعري؟ اهل هو بيعمل ايه؟ انا مش فاهم. لا معاه قرش ولا 20 وعمال يتنك لي. انا عايز مدخنه تطلع من هنا كده، تطلع كده. بيقول للراجل مدخنه الله يرحم الاواليح اللي احنا كنا عمالين نعمل عليها الشاي، ولا نعمل عليها ناكل عليها المنقات. الله يرحمه. انا عايز مدخنه حتى عشان المشوات تبقى كتيره. اتفرج يا ست. ايوه هتشوي له. تشوي له تشوي له يشوف له جهنم هو وهي. يا ساتر. يشوي ويعمل لا ولذاته غطى. عايز كمان؟ بقول لك عايز بتاع ده، بتاع جرار. انا عايز باب جرار. الله يرحم الستاره اللي كنا بنحطها على الباب عشان تدلق علينا. عايز هو دلوقتي باب جرار. باب جرار. هات له ربك، جيبها له هو واللي جابه. اجيب له هو يجيب من جايبه. طب ايه 3 سنين عشان يعمل الجوز الحيطان اللي هو عملها بدوي. دلوقتي هياخد له ولا 10 سنين 15 سنه كمان، 10 ولا 15 سنه على ما يعمل اللي هو بيقول عليه ده. لا خدي كمان الجديد. خدي الاحواض عايزه ازاز. الاحواض عايزه ازاز. الاحواض عايزه ازاز. لا وكمان عايز بانيو في الحمام. كمان بانيو عشان يعملوا هو العروسه. امال بانيو. الله يرحم الطشت اللي امه كانت داخله بيه. شفت طشت. مالكش الا بامه. امه ده كانت ايامنا زي الفل، كانت ايام زي الفل والله. كان ايام الابريق والايام الطشت انما الايام دي ايامها يا نهار اسود. لا ده هو اللي هيجنني اصلا. هيجيب منها انا اجيب منها. انت ساعدتك قرشين عشان الحيطان، الجزر الحيطان او كام حيطه اللي هو عملهم، انت ساعدتك قرشين. واذا كان خاله ساعده بقرشين. ماشي. ما هو وعمل البتاع يا دوبك السقف اللي عمله بس بفلوسه من الجمعيه اللي هو عملها يا دوب بقى 3 سنين. مش حرام لما نقف جنبيه. نقف جنبيه ما هو نقف جنبيه لما واحد يكون عايز يعني عايز يلم نفسه. واخد بالك ازاي؟ يعني حوض عادي اللي هو الحوض بتاعتنا، مع حنفيات عاديه، مع مش عارف مروحتين. انما ده بيقول لك عايز تكييف. عايز تكييف يا نهار اسود. اجل انت كمان عايز تكييف. بقول لك عايز تكييف يعني مش عايز مروح. عايز ما هو حاجه بالعقل. ما جنونيش بحاجه بالعقل. انت ما معكش ومن عايز تكييف
وعايز بانيو وعايز مدخنه يعمل وعايز ويعمل جرار ويشتغل ويعمل. مين مالك وماله. فهو لو هو بيكسب ده هو يشتغل بقول لك ويشتغل. انتوا نبحتوني وهتجننوني وهتدخلوني البروستان. انتوا هتدخلوني البروستان. ده داخل على اني لوحدي. خلاص انا قلت بقول لك انتوا ابنك اتصرفوا ان شاء الله اخش على 20 سنه هو حر بس انا ماليش فيه. اقول لك انا سايبك القعده الغم بتاعتك دي مالكش فيه. ده انتوا يومكم قله اسكت انت ولا هو اوعى كده. حاجتك قبليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بسبع البرومب. يا أهلا وسهلا يا أهلا. عايز اقول لك معلش انا غلطان. انا اللي غلطان عشان ما سمعتش كلامك من الاول. يا ريتني كنت جبت الحاجات اللي انت قلت لي عليها، ما كنتش بهزرت في الفلوس. كان زماني دلوقتي متجوز واصحابي دلوقتي عندهم عيال فطورهم، عندهم ولادهم فطورهم دلوقتي. يا ريتني كنت سمعت كلامك. يا ما قلت لك ونصحتك وانت ما سمعتش الكلام. قلت لك يا ابني هيجي عليك اليوم اللي اصحابك هيجوزوا ويخلفوا فيه واولادهم هيبقى طولهم وانت لسه بتخلص الشقه. واهو كلامي كلامي نفذ. اديك لسه بتخلص في الشقه، لسه بتخلص بقالك 10 سنين بتخلص في الشقه وفي الحاجات اللي انت عايزها. وانت زمانك دلوقتي اتجوزت وخلفت وعيالك بقى طولك زي اصحابك، جاي دلوقتي تندم بعدها. يا ريت الندم كان بيجيب حاجه، كنت سمعت كلامي، كنت شفت ولادك دلوقتي حواليك. انما ازاي مخك ناشف، عايز المدخنه وعايز البتاع التكييف وعايز مش عارف سيراميك وعايز حد وعايز نور وسبورتات اشرب. قلت لك وزارة ده اتنبح. هتجي دلوقتي تندم وتعيط دلوقتي. هيعمل ايه الندم دلوقتي؟ عمرك راح وخلاص. هتتجوز امتى وتعمل امتى بقى؟ عشان تبقى تركب دماغك ولا عشان الشباب اللي زيك يبقى يركبوا دماغهم؟ الواحد يتجوز ويستقر احسن. الواحد يستقر يشوف بنت الحلال اللي تخدمه وتعينه على الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي، وبعدين بقى يبقى يظبط اللي يظبطه. انما فاللي يسمع مين اللي يقرا ومين يسمع؟ مفيش.